النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى بسكوت نشادر بيفكرنا بايام زمان وبيفكرنا بالاعياد والافراح. بسكوت النشادر طبعا من المخبوزات اللي كلنا بنحبها وكلنا بنعشقها وبنفضلها، طعمه جميل وطعمه مميز. وهنعمله مع بعض بالسمنه، من حوالي كوبايتين ونص سمنه عملنا كميه كبيره جدا من بسكوت النشادر. هو كمان اقتصادي وفي نفس الوقت هش وجميل وبيدوب دوبان في البق وليه طعم مميز طبعا جدا، احلى بكتير من بسكوت الزبدة. احلى حاجة لما تيجي تسقيه كمان في كوباية الشاي بيبقى محتفظ بقوامه وفي نفس الوقت بيبقى دايب معاكي دوب. شايفين البسكوتة طبعا بتتكلم عن نفسها، والنهاردة هنعمله مع بعض بمقادير مظبوطة وطريقة سهلة جدا. تابع معايا الفيديو للاخر كده، وقبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف المقادير اللي احنا عملنا بيها البسكوت بتاعنا دي عبارة عن ايه. وهنتكلم برضو عن اي مشكلة ممكن تواجهك وازاي تقدري تحليها. وهنتكلم على كل التفاصيل وكل التريكات اللي يخليكي توصلي لاحلى نتيجه، النتيجه اللي انت شايفاها احلى بكتير من لو انت اشتريتيه من بره. وطبعا اوفر. وشايفين عملنا من كوبايتين او كوبايتين ونص بالظبط من السمنه، عملنا كميه كبيره جدا. شايفين طبعا الكميه دي وغير الكميه التانية اللي كانت موجوده على السيجار. شايفين شكل البسكوته قمر بتتكلم طبعا على نفسها. شايفين بتتكسر معاكي بكل سهوله، هشه وخفيفه ودايبه دوب معاكي وطعمها جميل جدا، طعمه مميز. شايفين طبعا انا من حلاوة البسكوت مش عارفة اقولك ايه، يعني شايفين شكله، شايفين ان هو قد ايه قمر وقد ايه جميل. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. عندي كوبايتين ونص من السمنة بتعيريها لما تبقى سايحة علشان يبقى معاكي المقدار بتاعك مظبوط. ما ينفعش تعيري السمنة وهي جامدة، مش هتبقى مظبوطة معاكي. بتعيريها وهي سايحة وبعدين بتدخليها التلاجة تبدأ تتماسك. انا عايزاها مش جامدة قوي ومش عايزاها برضو سايحة قوي زي ما احنا شايفين. هبدأ ان انا انزل عليها بثلاث كوبايات من السكر البودر، ودول طبعا سكر منخول، انا نخلاه في البيت، ما بحبش استخدم السكر اللي بره. ودلوقتي ببدأ ان انا اشغل عليهم المضرب لحد ما ابدأ ان انا اوصل للقوام الكريمي. لو مش موجود عندك المضرب ممكن تشتغلي بايديكي بس، او بسلك يعني يدوي، مضرب سلك يدوي بس بياخد وقت شوية معاكي. ببدأ ان انا اضرب بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وهبدأ انزل عليهم بعشر بيضات، والبيض برضو لازم يبقى في درجة حرارة الغرفة. ما يفضلش ان احنا نشتغل باي حاجة خارجة من التلاجة، مفيش غير السمنة بس اللي انا عايزاها تبقى خارجة من التلاجة. بنزل بالبيض، مش بنزل بيه مرة واحدة، بنزل ببيضة واشغل عليها المضرب لحد ما تختفي تماما، وابدأ انزل بالبيضة التانية واشغل عليها المضرب، وهكذا لحد ما بخلص كل كمية البيض اللي عندي. وانا زي ما قلت طبعا انا هنا مستخدمة 10 بيضات، المقدار ده يعتبر مضاعف. لو انت عايزة تشتغلي نص الكمية تشتغلي بكيلو واحد من الدقيق، طبعا هتبدأي ان انت تنصصي بقية المقادير كلها وتقسميها على اتنين. بعد ما خلصنا كمية البيض بالشكل ده، طبعا لازم ما ننساش اهم حاجة عندنا الفانيليا. ونزلت كده بالفانيليا، وهبدأ ان انا اضرب المكونات بتاعتي كويس جدا لحد ما يبقى الخليط معايا ناعم، والسكر اتأكد ان هو ده وامتزج كويس مع السمنة. بدأت دلوقتي عندي 2 كيلو من الدقيق، وحط عليهم رشة من الملح، وحط عليهم نص كوباية من النشا، وحط عليهم 2 باكت من البيكنج باودر. نزلت بالدقيق على خليط السمنة والبيض والسكر، وببدأ ان انا اقلب الاول بالسباتولا لحد ما احس ان الدقيق بدأ يمتزج مع المكونات. وهبدأ ان انا اقلب الخليط بايديا في الاول كده لحد ما يتكون معايا شبه كده ايه، شبه حبيبات الرمل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو انتم ملاحظين انا لسه ما حطيتش اي سوائل. ببدأ ان انا اقلب الخليط. السوائل بتاعتي عندي كوبايتين الا ربع من الحليب الدافي، هبدأ انزل عليهم بمعلقتين كبار ممسوحين من النشادر. حطيت اول كوباية ودوبت فيها اول معلقة من النشادر، وده الكوباية الا ربع الباقية معايا هدوب عليها معلقة برضو من النشادر. ما تكتريش النشادر، لان النشادر من الحاجات اللي هي لو زادت كميتها في البسكوت بتاعك هيبقى سبب رئيسي في ان البسكوت يسيح، او ان هو يفتح معاكي، او ان الرسمة بتاعته تبوظ. دي اول مشكلة ممكن تواجهها، فلازم تبقي حريصة جدا وتلتزمي بمقدار النشادر. عندي معلقتين كبار ممسوحين، نزلت كده باللبن والنشادر على الخليط بتاع الدقيق
والسمنة والسكر. وهنا طبعا مش بعجن نهائي اي بسكوت او اي نواعي، مش بنعجن فيها، بمجرد ان احنا بنقلب علشان المكونات تختلط مع بعض. لان انت لو عجنتي في البسكوت ده كنت خلصت كده خلط المكونات، ده شكل القوام بتاع العجينة. لو عجنت كتير في البسكوت، البسكوت هيعضم معاكي وهينشف. بدأت كده، سبت بعد ما خلصت عجين، سبت العجينة بتاعتي تستريح. لو الجو عندك حر او بتسيبيها لمدة ساعة في التلاجة. بدأت ان انا اشكلها بماكينة البسكوت باستخدام القمع المخصص. القمع ده يا جماعة بتلاقيه عند اي حد من بتاع الادوات المنزلية، موجود ومتوفر عادي جدا. ببدأ ان انا اقطع البسكوت، وبنسيب بين كل بسكوتة والتانية مسافة حوالي سنتي، علشان برضو البسكوت ممكن يفرش منك حاجة بسيطة جدا. يعني هو مش بيفرش وهنشوفه طبعا، بس لازم برضو تسيبي بين البسكوتة والتانية مسافة بالشكل ده. بالنسبة للصاج انا دهناه مادة دهنية، وبعد ما دهناه ببدأ ان انا انشفه او امسحه بمنديل، علشان انا مش عايزة المادة الدهنية على الصيجان تبقى كتيرة، لانها لو زادت لما هيدخل البسكوت معاك الفرن هيبدأ يسيح على بعضه وهيلزق في بعضه وهيبقى شكله مش مظبوط. بعد ما خلصت تقطيع البسكوت وتقطيع كل الكمية اللي عندي، دخلت البسكوت بتاعنا الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط لمدة تلت ساعة. بولع عليه من فوق ومن تحت. بعد ما بتخرجيه بتسيبيه على الصاج لحد ما يبرد تماما، ما بتجيش ناحيته. وده طبعا شكله بعد ما خرج من الفرن ما شاء الله عليه تحفة وجميل، وشكله جميل وريحته جميلة جدا جدا. بالنسبة للسمنة، استخدمي أي سمنة موجودة عندك. ممكن تعملي خليط من السمنة العادية والسمنة البلدي، وكل طبعا مكان نوع السمنة عندك كويس كل ما بيفرق معاكي في نتيجة البسكوت اللي انت عاملاه. ده طبعا كان الشكل النهائي للبسكوت بتاعنا، قمر وجميل وتحفة وريحته جميلة جدا، طعمه مميز، طعمه جميل، بيفكرنا بالأعياد وبيفكرنا بأيام زمان. أحلى حاجة لما تيجي تفطري بيه الصبح أو تاكليه مع كوباية شاي في وقت العصرية. طبعا شكل البسكوت بيتكلم على نفسه. ده كان البسكوت بتاعي، ودي كانت وصفتي النهاردة. أتمنى إن الفيديو بتاعي ينال إعجابكم، ولو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، واعملوا لي اشتراك للقناة وتشجيع كده، كومنت تشجيعي يشجعني ان انا اعمل لكم الفيديوهات دي كتير. ولو ليكي اي سؤال سيبولي في الكومنتات وانا هوريكي باذن الله. اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.